زي ما قلنا العيد على الأبواب، وفي كل عيد وفي كل مناسبة بتمر علينا بيكون هناك سؤال بيشغل بال وتفكير الجميع. ايه الهدية اللي ممكن نشتريها وازاي نجيب هدية تعبر عن مشاعرنا؟ عشان كده احنا معانا النهاردة الأستاذ محمد زكريا، خبير العلاقات الإنسانية، هيكلمنا عن أنواع الهدايا ومعانيها وازاي ممكن نستغل العيد في إنهاء الخلافات مع أصدقائنا ويكون العيد فرصة للمصالحة والحب. مرحبا بيك يا أستاذ محمد. اهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب. في مثل أنا عايزة أقوله في بداية لقائنا، دايما بيقول أنا غنية وأحب الهدية. يعني كل الناس بتحب الهدايا، مفيش حد يقول لك لا أنا ما بحبش أصلي الهدايا والمجاملات، لا، كل واحد بيبقى منتظر هدية في مناسبة معينة ويبقى حابب قوي إن هو يعرف إيه محتوى الهدية دي. كلمني بقى عن مناسبة العيد اللي جاي علينا وإزاي بتستغل في تقديم هدايا، وإيه أنسب أنواع الهدايا اللي تقدم في هذا العيد. هو الأول نعرف الهدية ليه مهمة. هو الهدية مهمة لأن الإنسان لما بيجي له هدية بيحس بقيمته، يعني بيحس إن هو إنسان ذو قيمة. يعني يقول لك ده فاكرني مهتم بيا وتعب ولف وجاب لي حاجة معبرة عنه، فبتبقى شيء مهم ليه. حتى احنا ممكن نلاحظ في حياتنا كده، لو انا لسه عارف حد لاول مره، لو انا اعرف استاذه فاطمه لاول مره وجبت لحضرتك هديه وجيت بعد كده اتعامل معاكي. فين الهديه؟ لا بعد كده ان شاء الله. وجيت اتعامل مع حضرتك هنلاقي المعامله بتختلف، هنلاقي باخد ليا انا اهتمام اكتر من ما يكون العلاقه تمشي من غير هدايا. لا بس احنا كده ممكن نفسرها على انها بقى احنا بنقدم رشوه عشان العلاقه تبقى كويسه. لا، ما لم تتعدى حدود الرشوه. حتى احنا في الدين عندنا يعني الهدايه مطلوبه. يعني في ديننا النبي عليه الصلاه والسلام حث على الهديه، قال تهادوا تحابوا. فالهديه يعني بتسيب حاجه في نفس الشخص اللي قدامي، لما بديله هديه بتسيب عنده حاجه ايجابيه او بتسيب عنده، هي افتكر بتعبر عن ان انت قد ايه بتحب الشخص ده وبتهتم بيه، فبتبقى عايز تجيب له احسن حاجه، وبالتالي ده بيبقى تعبير عن مشاعرك تجاهه. هي ممكن تمشي كده. هي تنفع اكتر للناس متهيألي المخطوبين لسه والمقبلين على الزواج قبل بقى ما يبتدوا يتخانقوا، فيبتدي يجيب لها هدايا، هي تجيب له هدايا، ده بيساعد على الترابط بينهم اكتر. هي الهدايا حلوه قبل الزواج بس ما يكونش فيها مبالغه. يعني انا حتى قبل الزواج مش عارف ليه بحس ان الدباديب يعني بيبقى هي معروف كده الدبدوب ده هي الهديه الرسميه بين المخطوبين، مع ان هو كل خاطب كاذب، فبالتالي بيجيب حاجات، لو حاجات مبالغ فيها مش حاجات بسيطه، بتبقى طبعا يمكن تجذب انتباه البنت الاول، لكن بعد كده ممكن تختلف حقيقه مناقضه. انا هقول لحضرتك على حاجه يعني تعتبر مفاجاه، ويمكن مفاجاه لكل واحده بتشوفنا دلوقتي، ان يعني شخصيه البنت غير شخصيه الولد، او شخصيه السيده غير شخصيه الرجل. وده اللي قاله جون جراي، ان هو قال ايه؟ قال ان الست بتحب عدد المرات. يعني الست كل يوم يجيب لها هديه ولا لا مش كل يوم، يعني ما لهاش دعوه بالقيمه بتاعه الحاجه. هي عايزه عدد الحاجه، يعني عايزه مثلا اجيب لي كل شهر هديه، والهديه دي اكون بديها للبنت دي بمشاعر واحاسيس عاليه قوي. يعني هي يفرق معاها حاجتين. في حد عنده وقت للكلام ده دلوقتي؟ لا، ما احنا لازم نفضي وقت. يعني اعتقد الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه والمشاغل اليوميه لينا يمكن ما بقاش الاهتمام بالهديه زي زمان. كان في وقت افضل وفراغ، وكانت يمكن المشاعر اصدق. انت من خلال التعايش معاك مع الناس والعلاقات الانسانيه اللي انت المفروض خدت منها دراسه او اتعلمتها في مجالك، ايه الفرق بين زمان ودلوقتي؟ لا، هو الفرق بين زمان ودلوقتي ان زمان الزمن كان بطيء شويه. يعني كنت اقدر اجيب هديه واروح اقعد مع خطيبتي او مع زوجتي واديها الهديه واقضي معاها يوم جميل انما دلوقتي الدنيا بتجري بسرعه. انا بروح ادي الهديه وانا بفكر ان انا طب انا عندي ايه، طب انا عندي شغل، طب انا لازم اتصل بحد، طب فدلوقتي الزمن بيجري بسرعه قوي. هل الهديه بتختلف باختلاف المناسبه؟ اكيد. اكيد. يعني هو العيد مثلا، عشان احنا مقبلين على العيد ان شاء الله بعد يومين. العيد يعني الناس ما بتحبس اول هدايا، بس لازم يكون في حاجه اسمها العيديه. يعني يعتبروها هديه. يعتبروها هديه، بس عندهم بس دي هديه نقديه. بس هم بيبقوا منتظرينها. يعني مثلا يمكن هم الاطفال بيبقوا اكتر ناس منتظرين الهديه دي. لا، غير الاطفال، لا اي حد. يعني مثلا لو 2 مخطوبين دلوقتي، هي بتبقى حاطه في دماغها في عيد الفطر انا مستنيه العيديه بتاعتي،
ممكن بقى في عيد الحب يجيب لي هديه، يجيب لي اي حاجه، بس في العيد ده لازم هديه. لا هي يمكن انا هقول لك بترجع لعادات وموروثات قديمه، ان دايما كان الخطيب لازم يجيب لخطيبته في العيد، يجيب لها الكحك والبسكويت، ويروح يدي لها فعلا فلوس العيديه عشان تنزل تجيب بيها فستان العيد، او ينزل يشتري لها هو فستان العيد. كمان كان في رمضان لازم يجيب لها برضه هدايا. فدي كانت عادات موجوده، بس يمكن قلت في العصر الحديث لان اختلف الوضع عن زمان، ما بقوش يهتموا بالحاجات دي. ممكن دلوقتي يروح يعزمها بقى تيك اواي ولا حاجه اسهل من ان هو يقوم بالعادات دي. انا اعتقد انها ما قلتش، انا اعتقد انها زادت. يعني انا اعتقد ان دلوقتي البنت مستنيه العيديه. ما زالت في كل الاوساط الاجتماعيه؟ اعتقد انا كتير جدا ببعت للناس انت ايه اكتر حاجه في العيد مستنياها. يعني حوالي مثلا اكتر من 90% من البنات بعتوا لي احنا مستنيين العيديه. طب اكتر هديه بتكون شائعه في فتره العيد ايه هي؟ في العيد؟ لا هو في العيد هنلاقي العيديه، بعد كده بقى هيدخل بعدها على طول الدباديب. الدباديب بانواعها، لان دلوقتي في الدبدوب بقلم مثلا. مش الدبدوب ده في عيد الحب بس؟ لا مش في عيد الحب بس، لان هو في حاجه كده، الرجل اصلا ما عندوش ابتكار قوي في الهدايا. يعني لما يجي ينزل لا مش ما بيعرفش يختار، ما بيعرفش يبتكر. اما ينزل يجيب هديه، طب انا اجيب ايه اجيب ايه؟ الناس كلها بتجيب دباديب، يبقى هو ده الدبدوب. فينزل يفضل بقى طب ممكن بيستعين بصديق؟ ممكن يستعين بيا. يستعين بيك، او ممكن بيستعين بالجنس الاخر، اخته، والدته، زميلته، يقول لها هجيب هديه ايه لخطيبتي، ممكن تساعده. ممكن، بس الاحسن ان هو يستعين بخطيبته نفسها، يكون بمنتهى الصراحه كده، يقول لها تعالي ننزل نشوف الهديه اللي انت عايزاها. لا هي دايما يجيبها بطريقه غير مباشره. ممكن يكلمها في وسط الكلام، هيعرف بس قبل العيد طبعا بفتره هيعرف هي محتاجه ايه. فممكن الحاجه اللي محتاجاها دي يجيبها، بس برضه لا غنى عن العيديه. يعني انا اعتقد لان معظم البنات تقول لا انا لازم العيديه. حتى انا افتكرت كده في حاجه ممكن نقدمها بسيطه قوي وتبقى موجوده مع الشخصيه وتفضل معاها طول العمر، او مع البنت بتفضل معاها طول العمر وما بتكلفش خالص. بس طبعا مع العيديه ان احنا ممكن نجيب حاجه بسيطه قوي، اللي هي عباره عن صوره للشخصيه نفسها اللي احنا رايحين لها. يعني انا لو رايح لخطيبتي اجيب صوره بتاعتها واكبرها او اعملها بطريقه كويسه واديها لها. الهديه دي يمكن مش منتشره ما بيننا، بس بجد يعني لو اتقدمت هتعمل فرق جامد جدا. ده احدث ابتكارات الهدايا، ده احدث من وجهه نظر، انا لسه يعني مفكر فيه. تفتكر الانثى او السيده بتشعر لما بيكون عند تقديم الهديه ليها، بتعرف اذا كانت دي اختيار وذوق راجل ولا ست؟ اكيد بتعرف، لان هو عارفه ذوق الراجل معروف. يعني دايما الراجل معروف ذوقه بيبقى بيقولوا جامد شويه، او بيقولوا مثلا السنس بتاعه مش عالي قوي ان هو يجيب هديه او حاجه زي كده. فهو بيعرف هي بتحب ايه وممكن يجيبه لها. يا اما في فئه ثانيه بتروح بقى تجيب الدباديب وتجيب الذهب، لان متعارف الرجاله يجيب يا دبدوب يا يجيب ذهب يا يجيب اللي هي الحاجات التقليديه. لا فرق كبير قوي بين دبدوب وبين ذهب. فرق في الفلوس طبعا، انما في طريقه التقديم يعني الست دايما كده عندها طريقه التقديم الهديه ليها اعلى كتير واحسن كتير من قيمه الهديه نفسها. يعني هي بالنسبه للبنت الورده زي القصر. يعني ده يمكن ما حدش كتير يعرفه، بس الورده زي القصر. بس ماما تديها لي مش هتقدر الكلام ده. نعم، حماته هيكون ليها راي مخالف في قيمتها طبعا. طيب قبل ما نكمل حوارنا هنسمع لفرقه المنوفيه الموسيقى العربيه، ومعانا الفنان محمد متولي هيغني لنا اغنيه. اتفضل. هلي هلال العيد عالإسلام سعيد. هلي هلال العيد عالإسلام سعيد. هلي هلال العيد عالإسلام سعيد.
هل هلال العيد هل هلال العيد عالإسلام سعيد هل هلال العيد عالإسلام سعيد هل هلال العيد هل هلال علينا مبارك شاكر فضل الله طبار هل هلال علينا مبارك شاكر فضل الله طبار متعنا هلال بنوارك واطلع فوق وزيد هل هلال العيد عالإسلام سعيد هل هلال العيد عالإسلام سعيد هل هلال العيد طف يا هلال علينا ودور واملى العين جمال ونور طف يا هلال علينا ودور واملى العين جمال ونور واملى القلب هنا وسرور اكتر ما بيريد يريد هل هلال العيد عالإسلام سعيد هل هلال العيد عالإسلام سعيد هل هلال العيد عالإسلام سعيد هل هلال العيد بنشكرك، بنشكر الفرقة، وبنرجع نستكمل حوارنا ونقول الهدية ممكن تقرب ما بين الناس وبعضها. اكيد، يعني الهدايا بتقرب، بس احنا قبل ما نطلع من حته الهدايا عايزين نقول ايه الهدايا اللي ما تتقدمش. يعني في هدايا كويس قوي. ايه الهدايا اللي ممكن ما تتقدمش بقى؟ الهدايا اللي ممكن ما تتقدمش ان انا اقدم هديه فيها ازاز. يعني في ناس ممكن يقدم حاجه تكون الحاجه دي داخلها ازاز، او حاجه هي نفسها هديه نفسها كريستال مثلا. كريستال او ازاز. الحاجه دي انا بنصح ان بلاش. ليه؟ لان ممكن لو اتكسرت بتتكسر جوه الشخص اللي مهداه ليه كمان. يعني انا لو قدمت لصديق ليا او لخطيبتي او لاي حد حاجه ازاز والحاجه دي هترتبط بيها، فلو اتكسرت لاي سبب من الاسباب بيحس بيتكسر ان ده جواها بيتكسر جواها يعني حاجه، بيعبر عن شيء معين، ممكن انهيار العلاقه، انكسار اي حاجه. ده اكيد. كمان الشخص بقى اللي مقدم الهديه ممكن يعتبر ده ان ده مثلا هي مش مقدره الحاجه. هو هيجيب لها هديه مثلا وعليه طقم الصيني في الجهاز مثلا، وجيت كسر طبق، معنى كده ان هو يبقى فيه حاجه؟ لا، ما طبق فيه اطباق ثانيه. ان انا لو حاجه واحده يعني ممكن اكيد في بدائل كتيره، بس يعني هو يا ريت الحاجه اللي داخلها ازاز او سهله الكسر، اي حاجه سهله الكسر يا ريت بلاش. احنا كمان نختار الحاجه اللي هي تعيش مع الزمن. يعني انا ممكن اجيب لحد هديه تفضل معاه على طول. ممكن اجيب له ساعه، الرجاله بتحب جدا الساعات. يعني كل شويه نجيب له ساعه بقى، مش معقول يفتح معرض بعد كده. لا، مش كل شويه، ممكن بعد كده اجيب له حاجه برضه، بس الحاجه دي كل ما يشوفها يفتكرني. يعني الساعه دي كل ما يكون متاخر عن ميعاد او رايح ميعاد وهيشوف الساعه يفتكرني. هو عموما بشكل عام الهدايا الرجالي بتكون محدوده جدا غير الستات عندها متنوعات. يعني لو واحد يجيب لخطيبته مش هيبطل ان هو يجيب لها حاجات، انما الخطيبه لما تيجي تجيب لخطيبها او لزوجها بتجد صعوبه انها تجيب له ايه، لان مستلزمات الرجاله قليله شويه. هي معروفه، هي هتجيب يا ساعه محددة. يا جرافات، يعني حاجات بسيطه قوي اللي ممكن ساعه ولاعه. ساعه ولاعه. صح، والولاعه كمان. بمناسبه ساعه ولاعه بقى، خلينا نتكلم عن الهدايا الصيني، لان هم اصحاب الابتكارات في الهدايا. لو ممكن يعمل لك ساعه ولاعه في وقت واحد، يعمل لك اي حاجه غريبه جدا عن الشيء التقليدي. الغزو الصيني لعالم الهدايا، كلمنا عنه. والله انا بحيي الصين. يعني احنا يا ريت نكون زيهم، ان احنا بدل ما يبقى غزو صيني يبقى غزو مصري للعالم، ان احنا نعمل هدايا ونعمل حاجات. بس دول شعب الصين شعب يعني ابتكاري قوي، وشعب ذكي جدا. عارف الشعب المصري عارف ايه، وعمل له الحاجه اللي هو عايزها.
هو يعني احنا عشان مثلا الغزو الصيني ده نقلل منه، يبقى عندنا حد مصري يعمل حاجه بايديه ويقدمها للناس وتكون بنفس السعر الصيني، لان الصين بتصنع باسعار قليله جدا. انا اعرف ناس ممكن يروح الصين يقول له انا عايز مثلا سلعه معينه، يقول له عايزها